ازيكم يا اصحابي؟ حابه في البدايه اني اشكركم على دعمكم للقناه واشتراككم فيها، سواء كل اللي يعرفوني من قناتي الاساسيه او اللي بيشوفوني لاول مره. ويا رب اكون عند حسن ظنكم وكل قصصي تعجبكم. النهارده جايبه لكم قصه جديده، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ويلا نبدا القصه. بتبدا القصه مع بنت في عمر 18 سنه، وهي اسمها جوفليان، وكان باباها بيشدها من ايديها غصب عنها، وهي بتتوسل ليه وبتقول له انها بريئه، بس هو ما بصلهاش حتى ولا قال كلمه واحده، وبياخدها لغايه القصر. وفي القصر كان في صوت صريخ بان الاميره اتقتلت بالسم، وبيظهر شاب وهو اسمه مايكل، وهو كان ماسك جثه الاميره، وبيصرخ على جوفليان وبيتهمها بانها سممت الاميره. وهي كانت مصدومه من اللي قاله، وقالت له انها ما عملتش كده، بس هو ما صدقهاش واتهمها انها عملت كده لانه سابها وفضل عليها الاميره. وفعلا كان في اشاعات كتير والناس كلهم كانوا بيتكلموا عنها بان مايكل لما تجاهلها هي ما قدرتش تتخطى فكره انفصالها عنه، وبدات ان هي تضايق اي واحده بتحاول تقرب منه. وبالرغم من ان كل الكلام ده كان صحيح، بس هي فعلا ما حاولتش تقتل الاميره مع انها كرهتها لانها سرقت مايكل منها. غضب الامبراطور جدا وامر بحبس جوفليان. جوفليان راحت لباباها وسالته اذا كان بيثق فيها، بس هو اتجنب ان هو يلمسها حتى، وبدل ما يساعدها وينكر عنها التهم اقترح على الامبراطور انه يحبسها في زنزانه الظل، وهي زنزانه مش بيشتغل فيها ولا سحر ولا قوه السيف. في الزنزانه دي اللي بيدخلها ما بيخرجش منها تاني ابدا. اقتراحه ده خلى جوفليان تتاكد ان باباها اتخلى عنها، وافتكرت لما كانت طفله وكانت كل ما تحاول انها تتكلم معاه هو كان بيرفضها وما كانش بيديها وقت ابدا، وحست انه مش بيحبها. باباها قبل ما بيمشي ادالها خنجر وقال لها انها تستخدمه، فاحتارت وفهمت ان هو بيقول لها اقتلي نفسك. بعدها باباها مشى وسابها لوحدها. جوفليان فضلت في الزنزانة وهي كانت خايفة ومرعوبة وبتبكي على سوء حظها. بعد شوية وقت سمعت صوت حد، وكان ولي العهد، وكان معروف عنه انه ظالم وسمعته كانت سيئة ومنتشرة في الامبراطورية كلها، وكان بيستجوب سجين وبدأ ان هو يعذبه. بس في حارس حاول ان هو يمنعه ويحمي السجين، فهو قال له ان المجرمين مش بيقولوا الحقيقة غير لما بيتعذبوا ويقربوا من الموت. جوفليان لما سمعت كده خافت اكتر، فاخدت الخنجر اللي عطاهولها باباها وضربت بيه نفسها لغايه ما ماتت. ولي العهد حاول ان هو يوقفها، بس بيكون الوقت فات، وبيقول انه كان جاي علشان يخرجها من الزنزانه. وبكده بتكون الروايه الاصليه انتهت. بعد كده جوفليان بتظهر بمظهر تاني وهي بتشرب الشاي ومستنيه حد، وبنعرف انها اتولدت من جديد بوقت يسبق الوقت اللي حصلت فيه الحادثه دي، واتولدت مكان بنت عاديه كانت بتدور على شغل وماتت في حادثه. وبنرجع تاني للأحداث، وهي كانت مستنية مايكل علشان تطلب منه الانفصال لأنها كانت عاوزة تغير نهاية الرواية الأصلية. ولما قالت لمايكل كده، مايكل ما كانش مصدقها وما كانش مصدق أصلا إنها عاوزة تنفصل عنه، وكان طبيعي إنه ما يصدقهاش لأنها في حياتها الأولى كانت شريرة جدا وبتضايق أي واحدة بتحاول إنها تقرب منه، واللي كانت بتحبه جدا لأنه كان أول واحد بيتعامل معاها بلطف لما كانت وحيدة وكان باباها مأهملها. ومع الوقت بقت مهووسة بيه أكتر وأكتر. بس دلوقتي هي جادة جدا بخصوص الانفصال عنه، ومستعدة ان هو يبعد عنها علشان تتجنب موتها زي ما حصل في القصة. مايكل بيتضايق جدا من قرار جوفليان وقال لها انه مش عاوز يشوفها قدامه مرة تانية، بس هي رد فعلها كان غير متوقع، وانها ابتسمت له واعتذرت له عن كل اللي هي عملته معاه واتمنت له حياة سعيدة. هو استغرب جدا رد فعلها ده، وبالرغم من انها كانت دايما بتسبب له الاحراج، بس هو كان متضايق وما كانش عارف سبب مضايقته. بعد كده جوفليان بتوصل لقصر باباها الدوق ليجس، وهو قائد السيف الوحيد للإمبراطورية. ولما بتوصل وكانت طالعة لأوضتها علشان ترتاح، بتقابل باباها على السلم، فبتسلم عليه وهي مبتسمة، بس في بالها كانت بتفكر في إنه مش بيحبها، وهو كالعادة كان بيبصلها من غير ولا كلمة، فحست بالإحراج واستأذنت علشان تمشي، وبدأت تطلع السلم، فوقفها باباها وسألها ليه جيتي بدري النهاردة. فبتفكر مع نفسها إن كان الطبيعي في يومها إنها كانت بتقضي طول النهار بتطارد مايكل، فضحكت على اللي كانت بتعمله وقالت له إنها انفصلت عن مايكل. ليجاس اتصدم من الخبر وسألها عن السبب، فجاوبته وهي مترددة بإنها مش عاوزة تقضي باقي حياتها مع حد مش بيحبها. هو بيبصلها جامد وكأنه مش مصدق اللي هي بتقوله، فتشجعت أكتر وقالت له إنها عاوزة تتجوز واحد يكون بيحبها، فاتفاجئ بإجابتها دي وسابها ومشى. وهي قررت إنها تكون هادية جدا على قد ما تقدر علشان ما تزعجهوش. ليلتها الخدامة خبطت على بابها
علشان تقولها إن الحمام جاهز، بس اتفاجئت بيها وهي بتبكي فاتصدمت وسألتها إذا كانت بخير، بس هي ما قدرتش تحبس دموعها وانفجرت في البكا. وكان الموقف محرج جدا بالنسبة لها وما كانش ينفع إنها تقولها الحقيقة، وقالت لها إنها تعبانة وإنها هتستحمى وقت تاني. بتخرج الخدامة من أوضة جوفيليان وكانت بتكلم نفسها بحزن وقالت إنها كانت بتبكي. في نفس الوقت ده ليجس كان في طريقه لأوضته فسمعها بالصدفة وسألها عن اللي هي كانت بتقوله وطلب منها إنها تقوله كل حاجة هي شافتها. تاني يوم جوفيليان بتصحى من نومها وبتكون الشمس مشرقة فبتحس إن هو هيكون يوم جيد. فجأة باب أوضتها بيتفتح وبتقولها الخدامة إن باباها عاوزها علشان تفطر معاه، فبتستغرب جدا لأنه في العادة مش بياكل معاها أبدا، وبتنزل فعلا تفطر معاه. جوفيليان الوضع بالنسبة لها بيبقى محرج جدا لأن الدوق كان بيبصلها جامد لدرجة إنها ما كانتش قادرة إنها تبلع الأكل، وهو كان عمال بيزود لها الأكل في طبقها. ومن الواضح إن موقفه اتغير بسبب الخدامة واللي قالته له عن بكائها في الليلة اللي قبليها. ليجس بيقرر إن هو يكسر حاجز الصمت بينهم وبيسألها إيه المواصفات اللي أنت عاوزاها في زوج المستقبل. جوفيليان اتفاجئت بسؤاله وسألته عن سبب السؤال ده، فجاوبها بإن هو عنده فضول مش أكتر، بس هي بناء على معرفتها بيه وباللي عمله معاها قبل كده بتقلق لأنه أكيد هيحاول يلاقي لها زوج تاني علشان يكون خليفته. فبتقرر تصعب عليه شروطها في الراجل اللي هي هتختاره، وبتقوله إنها عاوزاه يكون شخص أقوى منه، وطبعا مفيش حد أقوى منه، وده معناه إنها مش عاوزة تتجوز أبدا. ليجس بيبصلها جامد فبتتردد من إجابتها وبتشك اللحظة في إجابتها، بس بتطمن بعد كده لما بتلاقيها يسألها سؤال تاني، بس هو ما كانش سؤال، هو كان طلب، وطلب منها إنها تخرج معاه في نزهة. وطبعا كان طلب صادم بالنسبة لها لأنها ما خرجتش معاه في نزهة قبل كده طول حياتها اللي هي 18 سنة. جوفيليان بتخرج مع باباها، وأول ما بيوصلوا للسوق التجار كانوا بيروجوا لبضايعهم، والدوق بدأ إن هو يشتري لها كل حاجة عينيها بتيجي عليها، فاحتارت من اللي بيعمله ده. بعدها في فارسة جت علشان تتكلم معاه وهي كانت مستنياه، الناس كانوا بيبصوا لها جامد، فحست إنها مش مرتاحة وقررت تدخل لمحل، واختارت محل بشكل عشوائي وما كانتش تعرف إنه محل بيبيع الدروع. وسألها التاجر عن اللي هي عاوزة تشتريه. وقتها بيدخل من وراها راجل طويل وبيسأله عن تمن البضاعة اللي اختارها. جوفيليان بصت للراجل ده وأعجبت بوسامته جدا، بس لما بتيجي عيونهم في عيون بعض هو بيسألها بحدة انت بتبصي على ايه؟ رد فعله ده ضايقها لأنها في البداية أعجبت بوسامته وعلشان كده كانت بتبصله، بس الطريقة اللي كلمها بيها ضايقتها، فقالت للتاجر إن اللي هو كان عاوز يشتريه أنا كمان عاوز أشتريه. التاجر استغرب من طلبها، بس هي أكدت له إنها مهتمة جدا بنفس الشيء ده وهي مصرة إنها تشتريه، وكأنها كانت بتدور على أي حجة وأي عذر عشان تخفي إحراجها. بس التاجر بيقول لها إنه عنده كمية كبيرة جدا منها في المخزن، وبيسيبهم وبيروح المخزن عشان يجيب لها من اللي هي عايزاه. وقتها الراجل الطويل ده بياخد حاجته وبيسيب عملة ذهبية وبيمشي. جوفيليان شافته وهو بيعمل كده فجريت وراه وقالت له إنك غلطان في السعر، وهمست ليه بإن العملة الذهبية دي تقدر تشتري بيها 10 قطع من ملمع الدروع اللي انت اشتريته، بس هو بيتجاهل كلامها وبيسيبها برضه وبيمشي. بعد كده جوفيليان كانت راجعة البيت مع باباها، فحست بتعب وإرهاق جامد، وكانت طالعة على السلم بس اتعثرت وكانت هتقع على الأرض، فمسكها باباها فورا وشالها لغاية العربية. هي كانت مستغرباه ومستغربة كل اللي هو بيعمله معاها من أول اليوم، وطلبت منه إن هو ينزلها على الأرض، بس هو أصر على إنه يفضل شايلها. وهو شايلها قال لها ليجس إنها لازم تلاقي حد تحبه قريب جدا، بس هي بمجرد ما سمعته بيقول الجملة دي حست بهبوط وأغمى عليها وهي بين إيديه. وقتها باباها حس بالرعب عليها وكان خايف عليها جدا لدرجة إن هو نفسه ما كانش مصدق خوفه ده. كده الجزء النهاردة خلص. لو حبيتوا القصة وحابين إني أكمل باقي الأجزاء اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.